هو كده كده هيمشي، لان الراي العام كله اجمع ان الراجل ده يمشي. تعالى بقى خد المفاجاه، الزنفولي النهارده مضى للاهلي 6 اشهر. خلص في عبد الله السعيد وخلص في ناصر ماهر، تمام. وشفنا امبارح مضى مع محمد عاطف، تمام كده، ومهاب ياسر. ده بص بعد ما انت اتصبت رموك وجابوا مش عارف مين وبيتفاوضوا مع مين وبتاع مش عارف ايه. النهارده النادي الاهلي عمل عقد لمحمد الشناوي بالقيمه اللي هو الشناوي طلع وقال، وانا بقول لك هو الكلام محدش يعرفه كتير، قال لك انا عمري في حياتي ما راهنت على الاهلي وخسرت. فيتوريا باي باي، هو وجهازه. انا طلعت قبل كده قلت لك فيتوريا كانوا اليومين اللي فاتوا دول قاعدين معاه بيتفاوضوا معاه، لاني كانوا بيتفاوضوا معاه. انا اقول لك تفاصيل التفاوض كمان. تفاصيل التفاوض بتاعت فيتوريا ان هم كانوا قاعدين معاه اتحاد الكوره، ناس من اتحاد الكوره مش اتحاد الكوره كله، كانوا قاعدين معاه بيتفاوضوا معاه على ايه. هو كده كده هيمشي، لان الراي العام كله اجمع ان الراجل ده يمشي، تمام. طب هم كانوا بيتفاوضوا معاه على ايه؟ بيتفاوضوا معاه طب في شرط جزائي، طب الشرط الجزائي تاخده كله ولا نقسطه؟ طب لو انت قسطته نديك دفع، طب انت لو ما رضيتش طب نديك جزء وجزء. ده كان التفاوض، لكن التفاوض مش اللي هو يقعد، التفاوض كان على الشرط الجزائي. وخلاص الراجل مشي، انا بقول لك اهو مشي، تمام. يعني بنسبه كبيره خلاص هو الناس، لان انا واحد من الناس المدرب اتكشف، المدرب اتكشف خلاص. طيب مين اللي محطوط دلوقتي على الساحه؟ رينارد مدرب تقيل، مدرب جامد قدام حضراتكم اهوت، مدرب تقيل. خد مع زامبيا كاس الامم 2012، وخد مع ساحل العاج 2015 بطوله كوت ديفوار. فمدرب تقيل ومدرب فرنسي. بس واحد يجي يقول لي طب انت من رايك نجيب مثلا مدرب اجنبي في الفتره دي او مدرب مصري؟ انا وجهه نظر انت عايز مدرب مصري بشخصيه قويه. وضحت؟ اقول تاني؟ طيب انت عايز مدرب مصري بشخصيه قويه. يا رب الناس تفهم، يا رب الناس تفهم. كنت بس عايز اخلص الحته دي. المدرب اللي هو بتاع المنتخب خلاص كده باي باي، هو وجهازه، تمام. فانا وجهة نظري مدرب مصري يكون شخصيته قويه موجود، ما فيش مشكله. رينارد مدرب تقيل ومدرب كرة فاهم، وعمل مع زامبيا من الفسيخ شربات، وخد معاهم بطوله افريقيا 2012. فالمدرب عايزين مدرب مصري بس يكون شخصيته قويه، تمام. نيجي على القصه بتاعت محمد الشناوي. عايز اقول لكم قصه برضو. محمد الشناوي ناس كتير قالت ان محمد الشناوي هو كان ليه صدد على موضوع ابو جبل، وده هو مرضيش، وهو كلم الاداره قال لهم لا ابو جبل مش كويس، واوضه اللبس ومش اوضه اللبس. محمد الشناوي يعني عايز اقول لك ان في كلام، انا بقول لك كواليس، قال لك انا ماليش علاقه بالموضوع ده تماما. قال لك انا ماليش، انا اكبر، او مثلا النادي الاهلي اكبر من اللي هو يقول لي هات ده او ما تجيبش ده. وفعلا الاهلي دي مش سياسته، تمام. طب في ناس تانية قالت ايه؟ ده بص بعد ما انت اتصبت رموك وجابوا مش عارف مين وبيتفاوضوا مع مين وبتاع مش عارف ايه. النهارده النادي الاهلي عمل عقد لمحمد الشناوي بالقيمه اللي هو هيقول عليها. النهارده في اللحظه اللي انا بقول لك عليها دي، الاهلي عمل عقد جديد بالتراضي اللي محمد الشناوي يقول عليه، عشان خاطر يمنع القيل والقال. لا انت راجل مصاب اهو. وعايز اقول كمان ان الاهلي عامل له برنامج تاهيلي في ابو ظبي على اعلى مستوى. فالاهلي بيبعت رساله بيقول مش احنا اللي بنرمي رجالتنا. ومحمد الشناوي طلع وقال، وانا بقول لك هو الكلام ما حدش يعرفه كتير، قال لك انا عمري في حياتي ما راهنت على الاهلي وخسرت. كلام كبير، كلام من كابتن فرقه راجل فاهم وبيقول ايه، وكلام يعني محترم. طب تعالى بقى خد المفاجاه، الزنفولي النهارده مضى للاهلي 6 اشهر اعاره. محمود الزنفولي حارس البنك الاهلي مضى للاهلي النهارده 6 اشهر، تمام. طيب تعالى بقى نتكلم شويه على قصه بتاعه النادي الاهلي. طيب هل في خلافات بين المدرب حراس المرمى واداره النادي الاهلي؟ تبتدي تسالني كده اقول لك ايه؟ الله اعلم. احتمال يبقى فيه اختلافات،
في احتمال اختلافات، ان هو يبقى فيه اختلاف. طب بسبب حراس مرمى، طب هو كان عايز حد ما، طب هو كان مش عارف ايه. وضحت. طيب محمد عبد المنعم جاي له عرض من قطر القطري بكام بقى؟ ب3.5 مليون دولار. تمام كده؟ طب الاهلي وافق؟ لا. ليه؟ لان الاهلي مخلي عبد المنعم، يعني بدايه التفاوض كده هتبقى بدايه التفاوض بسم الله الرحمن الرحيم. لو الاهلي باعه 6 مليون دولار، ده بدايه الكلام. يعني ايه؟ هتيجي تسالني اقول لك ايه؟ يعني محمد عبد المنعم السعر اعلى سعر موجود، احنا هنبيع الراجل، هنبدا نتكلم. تمام. فدوت موضوع محمد عبد المنعم. طيب علي معلول، الاهلي جدد له موسمين تاني احتراما لتاريخه مع النادي الاهلي واحتراما اللي هو عمله مع النادي الاهلي. وعلي معلول لعيب كبير، والاهلي بامانه ما بينساش الناس بتوعه. وديت رساله للناس اللي هي ايه، بتقعد تقول الاهلي بيرمي مش عارف لعيبته والاهلي مش عارف ايه. لا، مفيش الكلام ده. تمام. شفنا ان النهارده، عايز اقول بس حاجه، الاهلي عمل تعاقد مع اللعيبه الناشئين. ودي سياسه الاهلي اللي جايه، اسمع مني، دي سياسه النادي الاهلي اللي جايه. شفنا عمر سيد معوض وشفنا يوسف سيد عبد الحفيظ عمل لهم عقود. وشفنا مضى مع احمد عابدين المدافع بتاع 2005 وكان معاهم في الامارات مدافع 2005. والراجل عايز اقول برضو ان كولر مهتم بيه، مدافع كويس، وافتكر الاسم ده كويس. مضى معاه عقد، عمل له عقد ب5 سنين. وخطه الاهلي الجايه هيعتمد على الاستراتيجيه بتاعه الناشئين. شفنا برضو مضى مع لاعبين افارقه بتوع غانا في بروتوكول التعاون بين الاهلي وبين غانا، استراتيجيه جديده. وده اللي الاهلي كان المفروض يعمله، من فتره، لان الناشئين هي اللي طالعه. تمام. فانت عندك دلوقتي 3 تحت السن، تمام، اللي هو كريستو والاثنين اللعيبه اللي هم الغنيين، اللعيبه دول جامدين جدا. تمام. طيب خلصنا كده بتاع اخبار بتاعت النادي الاهلي. خلصنا اخبار النادي الاهلي. طب تعالى بقى اقول لك الصفقات بتاعت الزمالك خلاص اعلن. انا قبل كده قلت لك في 7 8 لعيبه وعرضتهم قدام حضراتكم قدامكم، قلت لكم في 7 8 لعيبه الزمالك مضى معاهم، بس لسه فاضل الاعلان. طب الزمالك اعلن على كام لاعب دلوقتي؟ 4 لعيبه، من ضمنهم مين؟ عبد الله السعيد، ناصر ماهر، مضى امبارح، خلص امبارح مع في لعيبه اللي اسمه احمد، اسمه ايه قدامه اهوت، احمد شوقي، ومضى قدام الزمالك برضه هناك. فالزمالك ماشي بخطه. عايز اقول بس حاجه، ان الاهلي عمل حاجه جميله قوي. ايه هي؟ بقى يدي اللعيبه المكافآت بالمصري، ما بقاش بتدور اللعيبه الاجانب. تمام. مين اللي عمل الخطوه دي قبل كده؟ مين اللي شغال في الخطوه دي؟ فيوتشر. يعني الموضوع ده موضوع 10 على 10 وموضوع محترم، ان انت تدي اللعيبه الاجانب المكافآت بالمصري. دي خطوه كويسه، والاهلي بدأ يعني ينفذ فيها. وخلاص هو اتفق مع اللعيبه الاجانب بتوعه وقال كده خلاص وتمام التمام. فيوتشر عمل الموضوع ده برضه. الموضوع ده كويس، لان احنا شايفين النهارده ان الدولار بقى سعره عالي، فالاهلي وفيوتشر ماشيين في الموضوع ده كويس جدا. تمام. الزمالك زي ما انا قلت لك خلص في عبد الله السعيد وخلص في ناصر ماهر. تمام. وشفنا امبارح مضى مع محمد عاطف، تمام كده، ومهاب ياسر. لان الاربعه دول صفقتين جامد، غير بقى المدافع الفلسطيني والناس. بس الزمالك وقع مع دور رسمي واعلن الانضمام رسمي لنادي الزمالك. تمام كده، وصلت. طيب في حاجه بس كنت ناسي اللي انا اقول عليها، رضا سليم نزل التدريب الحمد لله وتعافى وبقى تمام 100 فل 14. وسام ابو علي كذلك، هو بيتمرن، الراجل جاله شد في الخلفيه. تمام. فهي دي كل القصه. فوسام ابو علي جاي. الاهلي بكره هيلعب ماتش مع سموحه ودي استعدادا لشباب بوليسداد. كل التوفيق وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للكره المصريه عامه، وكل التوفيق للكره المصريه وللنادي الاهلي والزمالك، لاني عايزين نشوف منافسه عاليه جدا.